2 على 1. سعيد قطه عدى الولد ومر جريء ما شاء الله عليه، شجاع ما خافش، لا زالت الكره في الملعب، بيعدي بشكل جميل وضربه جزاء. لا 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 لا، يحتسب خطأ لصالح، بل ضربه جزاء. نعم انها ضربه جزاء لصالح نادي الزمالك. سبحان الله، لسه بقول لحضراتكم ان عمر جابر او سعيد قطه قادرين على صنع ضربه جزاء، وبالفعل هي ضربه جزاء. ضربه جزاء بقول لكم، حكم بهذا الشكل بهذا الاسلوب حكم محايد جدا. لعيبه الزمالك فعلا كان لازم تفكر في موضوع ضربه الجزاء، وقد كان مع الدقيقه 82 تسفر تغييرات شحاته وتسفر تقدم لاعبي نادي الزمالك للامام عن فرص، عن خطوره. ادي اللعبه الاخيره، وادي اللعبه الخطره، وادي العرقله، وادي ضربه الجزاء. الحكم السنغالي الحقيقه عثمان بول بيحتسبها لصالح نادي الزمالك. 2-0 لافريكا سبورت، 1-0 مباراة الذهاب. حتى الآن أفريكا سبورت متأهل، لو سجل الزمالك وانتهت المباراة هو اللي يتأهل. الزمالك خسر في هذا الملعب قبل كده مرتين، 2-0 و2-0. هذه المرة ضربة الجزاء 2-1. يا سلام عليك يا عمرو، يا سلام عليك يا عمرو. عمرو زكي يظهر في الوقت المناسب بقيمته بكفاءته بإمكانياته بقدراته. من كان هدافا للدوري الإنجليزي، من سجل 10 أهداف في أقوى دوريات العالم، يسجل لنادي الزمالك ويسعد جماهير الزمالك بل الجماهير المصرية في كل مكان. هدف الحقيقة هو هدف الإنقاذ حتى اللحظة لتصبح النتيجة 2-1. سجل عمرو زكي.